ما هو إحنا لو سمعنا كلام أهالينا وعملنا زي اللي هم كانوا بيعملوه، طعم الأكل مش هيتغير ولا حاجة. عايزين نحط افتكاسات جديدة يعني، نجرب طعم جديد، ماشي، بس في ثوابت ما نلعبش فيها. زي إيه؟ هقول لكم دلوقتي. أولا دي تقلية محشي عادي خالص زي اللي إحنا عملناها مع محشي الكرنب وحاجات كتيرة قوي قبل كده. بس عشان ما أطولش عليكم الفيديو، أنا حمرت بصلاية في معلقتين 3 سمنة، وبعد كده نزلت عليها بالطماطم المعصورة وكمان المتصفية. بعد كده حطيت شبت وبقدونس وكزبرة بعد ما الطماطم اتسبكت. وهنا بقى هتيجي لي كمية تعليقات إن الخضرة ما تتحطش أبدًا على البوتاجاز، إحنا بعد ما نطفي خالص بعد كده نحط الخضرة، قال عشان ما تتبلش وحاجات كتيرة أوي. يا جماعة لأ، أهالينا كانوا بيعملوا كده زمان وكان بيطلع طعم المحشي وريحته تجنن، وهاقول لكم برضه إيه السبب الريحة بس بعد شوية. المهم بقى حطيت هنا الخضرة واديتها تقليبتين 3 وشُفت طبعًا الملح بتاعها كويس والّا لأ، وبعد كده حطيت الرز المغسول والمتصفي من غير ما يتنقع ولا حاجة، برضه لفتين 3 كده على البوتاجاز. شايفين لون الخلطة بالرز بكله؟ مش قادرة أقول لكم اللون تحفة، والريحة كمان حلوة جدًا. وعلشان نعزّز الريحة ونخلّيها أحلى كمان، وخصوصًا إن إحنا بنعمل ورق عنب يعني حاطين شبت وبقدونس وكزبرة، لو عاملين كرنب ممكن نشيل البقدونس. هنحط نعناع ناشف يا جماعة زي ما سمعتوا كده، النعناع الناشف بيليق جدًا مع ورق العنب. وكمان في تركاية تانية. المهم أنا هنا خلّصت الخلطة، هاسيبها بس تبرد شوية عشان أقدر أشيلها، وبعد كده سلقت ورق العنب عادي جدًا واسلقوه كويس يا جماعة. لو هتشيلوه في الفريزر ده اللي ما يتسلقش كويس، بس لمّا تسلقوه كويس إن شاء الله هتلاقوه بقى بعد كده بقى مستوي كويس. هنا بقى الحلة ما غسلتهاش ولا حاجة، جبت بقى عيدان الخضرة اللي هي الشبت والبقدونس والكزبرة، العيدان اللي إحنا بنرميها، لأ غسلتها كويس أوي ونضفتها وحطيتها في الحلة من تحت، بتدّي ريحة رهيبة. وعشان ده ورق عنب تاني، جبت كمان عيدان ورق العنب بتدّي مزازة حلوة أوي، برضه حطيتها على عيدان الخضرة، وسِبت بقى دي الطبقة الأولانية، لا حطيت بقى طماطم ولا بصل ولا أي حاجة، علشان خاطر كمان لو اتلسع مننا والّا حاجة لا قدّر الله، يتلسع الشوية دول وما نجيش على المحشي. خلاص بقى حطيت بقى الرز علشان خاطر يبرد في صينية، وهابدأ ألِف. هالِف إزاي؟ عادي يا جماعة جدًا، أنا ما وريتكوش في الفيديو ده إزاي بالِف ورق العنب لإنه سهل يعني، ده غير المحشي بتاع الكرنب اللي أنا نزّلت لكم الفيديو قبل كده ووريتكم إزاي بالِف الكرنب، قعدتوا تقولوا لي حتى كمان لَف الكرنب أنتِ بتاخدي يعني وقت وخلاص وبتكبّري الفيديو. طب أنا ما كبّرتش الفيديو المرّة دي. ودي شوية خلطة زيادة يا جماعة، لو عايزين الرز بتاعكم غامق عن كده أكتر وفيه الخلطة أكتر ممكن تزوّدوا عادي، أنا دايمًا باعمل حسابي في شوية زيادة كده. المهم هنا بقى الشوربة باغليها وبعدين باحط عليها عصرة ليمونة كاملة، بتدّي مزازة بقى مع العيدان بتاع ورق العنب ودبس الرمان، حاجة كده رهيبة. دبس الرمان ده لازم يكون من نوع كويس، ده بقى الحاجة أو التركاية اللي أنا افتكستها يعني، ولمّا سمعتها وجربتها لقيتها حلوة أوي، ودي اللي فعلًا هاعتمدها مع ورق العنب على طول. لكن في حاجات كده يعني زي الثوابت اللي قُلت لكم عليها في أول الفيديو ما نلعبش فيها. وباحط كده ليمونة كمان متقطعة ترانشات علشان بس تدّي ريحة حلوة، وبعد كده بقى أخلّي الشوربة باينة من ورق العنب عشان تعرفوا المعيار كويس وما يطلعش معاكم إن هو يكون معجِّن أو حاجة أو الشوربة زيادة. أنتم حطّوا كده وهزّوا الحلة، حسيتوا إن أنتم شايفينها بصعوبة الشوربة يبقى كده المعيار مناسب جدًا. وخلّوها على درجة حرارة عالية لحد ما تغلي علشان الرز ما يبوظش، وبعد كده هادّي عليها خالص بقى لحد ما تستوي. هتاخد قد إيه حسب بقى كمية الورق العنب اللي عندكم أو المحشي. أنا دي مثلًا أخدت حوالي ساعة إلا تِلت على درجة حرارة هادية جدًا بعد ما غليت طبعًا زي ما وريتكم. شايفين بتغلي إزاي؟ ممكن تحطوا على فكرة فصين توم كمان والّا حاجة على الوش، بس أنا ما باحبش كده بصراحة، ما باحبش ريحة التوم أوي في الحاجات اللي زي دي. مش قادرة أقول لكم بقى هيطلع بعد كده مفلفل وجميل قد إيه. جربوه بس بالطريقة دي وما تنسوش التوابل بتاعتها اللي هي ملح وفلفل وكزبرة ناشفة وكمون مع النعناع الناشف، وألف هنا وشفا.